السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سريعة جدا. هنعمل البطاطس بالزعتر والثوم مشوية في الفرن. طعمها تحفة جدا بجد، كده حاجة بتدفي في الساعة اللي احنا فيها دي، وطعمها كمان خرافة. المقادير بسيطة جدا. بطاطس يعني يعتبر سعرها معقول في السوق. نستفيد منها بقى بحيث ان مفيش زيت. اول حاجة هنسمي الله ونجيب بطاطس، نغسلها كويس جدا. في فرشة كده اللي هي الصغيرة بغسلها بيها كويس جدا، بحيث الجلد يبقى نضيف كده زي ما انتوا شايفين. وببدأ اقطعها تقطيع، انت عايزاها طويلة عايزاها اصغر، احنا بنحبها اللي هي بقطعها طويلة واقطعها على نصين عشان ما تبقاش كبيرة اوي معايا. هنخلص الكمية كده بالوضع ده انتوا شايفين كده. عايزة اللي اول مرة يدخل معايا القناة النهاردة يعملي اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. واللي عجبه الطريقة يعمل لايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن منكم. الطريقة دي سهلة جدا بجد، يعني واحد كنا سقعانين وكده فعايزين ناكلوا اي حاجة يعني تشبعنا في نفس الوقت وتدفينا، فرحت قمت عملت كده البطاطس حطها في الفرن واكلناها كده من غير اي عيش ومن غير اي حاجة، كانت لذيذة جدا. بحيث ان الزيت طبعا زي ما انتوا عارفين غالي جدا واسعار بقت فلكية، فطب مش هناكل البطاطس سعرها معقول، لا ناكلها. يعني دي حاجة طرق من طرق اللي احنا ممكن ناكل بيها البطاطس من غير ما نقليها في الزيت. هو كل اللي هنحتاجه هنا توم وزعتر وملح وشوية زيت زيتون او زبدة، يعني متوافر عندك، او زيت عادي، بس هي زيت الزيتون او الزبدة بيديها طعم احلى. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنجيب صينية وناخده كل بطاطساية كده نغطسها في المقدار اللي انا عاملاه ده، في الخليط اللي انا عاملاه لغاية ما اخلص مقدار البطاطس كله. اهم حاجة بس البطاطس تبقى مغسولة كويس لانها مش بتتقشر وبتتاكل بالقش بتاعها، بتبقى تحفة جدا حتى لو باتت لتاني يوم طعمها بيبقى خطير. خلصتها كده هدخلها الفرن ونرجع نشوفها مع بعض. ده منظرها كده بعد ما طلعتها من الفرن، تحفة جدا. طبعا انا يعني شغلتها من تحت شوية ومن فوق شغلت عليها الشواية 5 دقايق كده 7 دقايق وطفيتها. ودي كانت النتيجة، طعمها تحفة جدا ولذيذة جدا. يا رب تكون عجبتكم، طريقة سهلة ووصفة سريعة. ويا رب يكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.